لو اعتمدت على مزاجك بشكل ما فلن تحقق شيئا في هذه الدنيا. وكم من واحد صاحب موهبة وما بينتجش حاجة إلا لما يكون مزاجه رايق، ومع الوقت بتلاقي إن إنتاجه ده نضب وما عادش بينتج حاجة بسبب اعتماده على المزاج. وكم من واحد عنده نصف موهبة أو حتى ما عندوش موهبة خالص، ولكن مع الاستمرارية في الإنتاج الموضوع بدأ يتطور جدا وبدأ يوصل لمراحل أعلى بكتير من الشخص الأولاني. فنصف الموهوب المثابر أفضل من الموهوب المتخاذل. ما تخافش، خليك واثق من نفسك. انت الحمد لله انت شاطر، انت شاطر، انت مش خايف. لو انت ضايع او لو انت حاسس ان انت ضايع او لو انت حاسس ان انت مقصر، ابدا يا ريس، ابدا يا باشمهندس، لسه بدري، لسه عندك اسبوع، لسه عندك اسبوعين، لسه عندك شهر، لسه في فرصه. الفرصه دي تكون خلصت امتى؟ لو انت قاعد لي في الامتحان وبتحل. صلي، اشتغل وذاكر واسعى واصحى، قوم من النوم، اتحرك واعمل حاجة لحد ما يحصل حاجة. لو انت تايه ما تقفش، ما تعطلش، ازعل وعيط وقوم. احنا ما قدامناش غير ان احنا نكمل لحد ما يحصل. على فكرة مش عيب ان انت بعد ما راكمت والدنيا باظت معاك وفي دروس ما كنتش بتنزل ان انت ترجع وتصلح من نفسك. ابدأ كده، استهدى بالله وفوق. عادي جدا ان انت تغلط، بس الفكرة ان انت ما ينفعش تنام في الخط يا عم. حتى لو انت مش فارق معاك نفسك، يفرق معاك اهلك، ابوك وامك يا عم اللي تعبوا دول وعمالين يكحوا التراب عشان حضرتك تتعلم. الثانويه العامه مش صعبه، فحرام عليك تضيع حلمك عشان شويه كسل منك. انك تكون على يقين ان ربنا هيعوضك عن كل حاجه مرت في حياتك. اوعى تفكر ان ربنا مش حاسس بيك، مش حاسس بالالام اللي جوه قلبك، مش حاسس بالمشاكل اللي موجوده عندك اللي انت ما انتش قادر تحكيها للي جنبك، مش حاسس بالحاجات اللي انت عمال تفكر فيها. ربنا عالم بكل نقطة ضعف مرت عليك في حياتك. عايز تنجح ما ينفعش تفكر في الراحة. الراحة لا تدرك بالراحة. عايز تبقى دكتور ناجح، صيدلي ناجح، مهندس ناجح، مقدم برامج ناجح، لازم تبذل، لازم تعمل مجهود، لازم تعمل مجهود. رح توصل، والله رح توصل، ورح تبكي فرحا بوصولك بعد تعبك واجتهادك ومعافرتك. وإذا خايف يضيع تعبك واجتهادك فالله تعالى يثبتك قائلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. لذلك لا تخاف. فلا تتوقف عن السعي مهما حدث. جاهد واسع لهدفك في الحياة بكل جدية، حتى لو كانت خطواتك بطيئة وصعبة. ولا تبالي للنتيجة، أنت مسؤول فقط عن السعي وليس النتيجة، فالنتيجة اختص بها رب الخير، رب الخير الذي لا يأتي إلا بالخير. وطالما أنك تسعى وتحاول الوصول فتصل، وسيكرمك الله ويفتح لك كل الطرق. أي حاجة في حياتك إن ربنا سبحانه وتعالى كملها للآخر فهي مكتوب ليها الكمال، ولو وقفت عند مرحلة من المراحل مكتوب ليك الدرس. صعبة موجعة، خلاص مكتوب ليك الدرس. ليه يا رب بس بيحصل كده؟ بيحصل كده عشان تتعلم حاجة عمرك ما هتتعلمها إلا لو كان الدرس عملي موجود. كام مرة رحت الامتحان مش مذاكر قوي واتكعبلت في اصحابك بالصدفة ولقيت معاهم كام سؤال، بصيت عليهم ودخلت لقيتهم في الامتحان. كام مرة قلت المادة دي تقيلة ومش هقدر اخلصها، ولما تبدأ فيها تلاقي نفسك خلصتها احسن من المواد التانية. كام مرة قلت هذاكر الكام امتحان دول يمكن يجي حاجة منهم وفجأة تلاقي نص الامتحان منهم. كام مرة قلت انا مش هجيب تقدير في المادة دي وسبحان الله تلاقي نفسك اكتر مادة جايب فيها تقدير. كام مرة رحت الامتحان معيط من صعوبة المادة وبعد الامتحان تكتشف انها عدت بكرم ربنا ولطفه. كام مرة دخلت الامتحان مش مذاكر غير شوية أسئلة وتلاقي الامتحان منهم. اللي عايز أقوله لك يا صديقي، في وسط زحمة الامتحانات دي والتعب هتلاقي لطف من ربنا محوطك، يبعت لك طاقة تكمل بها. عالم بحالك قد إيه أنت بتحاول، قد إيه أنت بتعافر وبتعمل اللي عليك، قد إيه طاقتك خلصت ومش قادر تكمل. بس افتكر الآية دي كويس: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طالما ربنا وصلك للمرحلة دي يبقى عالم إنك هتقدر عليه. حاول يا صديقي وتأكد إن لطف ربنا معاك وهيصيبك تضيع بشكل من لا في شيء غير مفيد ولا مع شخص غير مفيد، لأن ده جزء من عمرك ضايع. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. هذه القاعدة الكبرى في التعامل مع الأهداف. لازم تكره نفسك على الدراسة. طبيعي، أنا واحد ما بطيقش ان انا اقعد على الكتاب ساعة وساعتين. ما انت هتحمل نفسك حملا، فعها دفعا، هتجبرها اجبارا على انها لازم تذاكر.